هذه قائمة الوزراء الذي عينهم رئيس الجمهورية. أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس تعديلا وزاريا جزئيا أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ومن مقر رئاسة الجمهورية، ويتمثل أعضاء الجدد فيه: أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول، أحمد عطاف وزيرا للخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام، والعزيز فايد وزيرا للمالية، محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم، والعيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، يوسف بن مهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، عبد الحكيم بالعبد وزيرا للتربية الوطنية، وكمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. أما ياسين مرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، صورية ملوبي وزيرة الثقافة والفنون، عبد الرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة، مريم بن ملود وزيرة للرقمنة والإحصائيات، وكريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وعلي عون وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني، محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، محمد طارق بالعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة، والطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات، محمد بوسليماني وزيرا للاتصال، الأخضر رخروح وزيرا للإشغال العمومي والمنشآت القاعدية، وطه دربال وزيرا للري والمنشآت القاعدية، ويوسف شرفة وزيرا للنقل، مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، وعبد الحق سايحي وزيرا للصحة، فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بسمة أزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، فايزة دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أحمد بيداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، وياسين المهدي وليد وزيرا للاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ويحيى بخاري أمين عام الحكومة، وعبد العزيز وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. وشكرا.